برحب بحضراتكم مرة أخرى. وضيفنا في هذه الفقرة شاب كان عنده حلم إن هو يدخل موسوعة أرقام قياسية. طبعا هذا الاسم اسم كبير جدا، كلنا نحلم إن احنا نبقى يعني اسمنا مكتوب في هذه الموسوعة بأي حرف بقى، مش هقول لكم بقى بحروف من نور، لا بأي حرف. لكن طبعا الموضوع مش سهل، الموضوع صعب جدا، محتاج تصميم، محتاج نوع من أنواع المثابرة، وخصوصا ان هو كمان حواليه اصدقائه واصحابه لما كانوا بيشوفوه عايز يعمل ده كان الى حد ما في نوع من انواع الاحباط، يعني تصدير الاحباط، ايه اللي انت بتقوله ده وخليك احلم وربنا يسهل لك. المهم احباطات كتير بالتاكيد مر بيها، اخفاقات كتير مر بيها، مع ان كل ده احنا بنتكلم عن شاب عمره اقل من 30 سنه، الا ان عنده اصرار، وكان اصرار رهيب الحقيقه، وايمان بقدراته، وكان فعلا هذه القدرات وهذا الاصرار سبب لوصوله العالمية. طبعا كلنا عايزين نعرف مين، لكن أنا قلت في المقدمة احنا معانا الرجل الوطواط كما أطلقوا عليه، هو ابن الغربية واسمه محمد زينهم، ودخل موسوعة الأرقام القياسية أو جينيس ريكوردز بسبب إن هو عمل أكبر قدر من تمارين الضغط على اللي هو عارفين طبعا تمرين الضغط على صباعين، أكيد صعبة جدا. هنعرف ازاي هو عمل ده وهنتعرف عليه وهنشوف صاحب هذه او هذا الانجاز وهذه المثابره للوصول لحلمه. اهلا بيك وصباح الخير. اهلا بيك يا فندم، صباح النور. اكيد الموضوع صعب جدا، واكيد شفت يعني كم من الاحباطات، كم من اكيد الواحد عشان ينجح بيعدي بمراحل كتير ممكن يفشل فيها. بس قول لنا الاول اللقب الرجل الوطواط، مين اطلقوا عليك واطلقوا ليه؟ هو موضوع لقب الرجل الوطواط ديت نقدر نقول ان هي اطلقت في الاول بسبب ان انا بتعلق بصوابع رجلي، صوابع القدم نفسها في الشجر او في العقله بنفس وضع الوطواط او الخفاش. ده انت عندك بقى الاصابع عندها قدرات، يعني سواء بقى في الايد او في الحمد لله، لا ربنا سبحانه وتعالى الحمد لله جعل لي جسمي كله مش بس صوابعي. بس هو ممكن الصوابع تبين اكتر التحدي. بس دي مش باصابع القدم، دي اللي هو بس يعني ايه، لا ده مش رجل مش او الصوابع نفسها. ما هي دي انت لو في صور تانية على شجر حضرتك هتلاقيها بالصوابع بس باينه اكتر من دي، يعني دي كانت بالبياده. وده يا نهار ما شاء الله لا قوه الا بالله. ده انت هنا عامل ضغط بهذا القدر من ودي الجري على الحيطه، ده وطواط بجد بقى. ودوت اللي هو بمشي على الحيطه بالجنب عشانها دي سموها سبايدر مان. وفي بقى حاجات تانية، ودي تسلق الجبال. ده انت سبايدر مان مصري. ما يخليك يا رب. دي كلها تسلقات جبال عشان استعدادا للتسلق برج القاهرة. دي المعسكرات بتاعتي اللي بتبقى في الجبل. طيب محمد، انت لا انا شفت حاجات الحقيقة، انت راجل ازاي بتمشي ازاي يعني لا هو الجري على الحيطة سواء طولا او عرضا دوت فيه سرعة شوية. وبعدين انا الحمد لله انا حابب مجال الاكشن جدا، وحابب ان انا ان شاء الله في يوم من الايام اكون بعمل افلام اكشن. تمام. المجال دوت يعني انت هيبقى بعد كده مجالك فني اكتر من ان هو رياضي ان شاء الله، ان شاء الله. بس هو طبعا انا مش هتجه لده غير لما احقق جزء في المجال الرياضي اللي يشبعني. انا لسه قدامي شويه. محمد، ليه اخترت التمرين؟ يعني احنا شفناك بتمشي على الحيط وبتعمل حاجات غريبه. انت هنا بقى ده التسلق مش كده؟ بس ده بدايات، يعني ده بدايات بتبقى لسه طالع في بدايه الجبل. لا دي العربيه بتمشي على وده هنا بقى الضغط على ايد واحده على صباعين. وانا مدرب فنون قتاليه وقتال شوارع. دي بقى بنيات بتسلقها من وقت للتاني كده. بس ده هنا على صباع واحد بقى؟ انا بعمل ضغط على صباع واحد بايد واحده. طيب معلش اسمح لي، ده من كتر التمرين اللي انت بتعمله ولا دي قدرات خاصه عندك؟ انا بتمرن من وانا عندي 5 سنين. في ناس بتبقى عندها قدرات خاصه خارقه. ده الضغط على ظهر الايد مع حمل 40 رطل، والرقم ده انا كسرته بس ما تسجلش بسبب ان حصلت الثوره والكلام اللي زي ده، فالدنيا الاحداث وقفت وقفت التسجيل نفسه. وده الرقم بتاع موسوعه جينيس اللي هو يوم الاهرامات، ده يوم التسجيل نفسه. طيب تاني، ليه اخترت عندك العديد من زي ما احنا شايفين في الفيديوهات وفي الصور، وعربيه بتعدي من فوق ايدك، ربنا يكرمك ويديك الصحه يعني. ليه اخترت موضوع الضغط على اصبعين فقط؟
بص حضرتك، انت مثلا شايفين مثلا وليكن بلعب مثلا ضغط بواحد، انا بلعب ضغط باتنين مثلا. ممكن حضرتك شايفه حاجه انت شايفاها اللي هي مثيره قوي، بس في انا عندي اللي اكتر منها اضعاف. طيب ما عشان كده بقول لك ليه اخترتي دي؟ هي ده كحاجه سؤال. اوليه وتكفي ان هي تبهر الناس، وبعد كده انا اطلع التوابع اللي احسن من كده عندي واطلعها تباعا. دايما انا بحب امشي على بلان معين، عارف يعني انت انا واخد هعمل ده دوت امتى. زي ما بيقولوا كده خطوه اولى. خطوه اولى للي عندي. تمام. هي الناس كلها فكرت ان محمد زينهم وقف عند الضغط على صباع اتنين بايد واحده. اولا الحمد لله هكسر كمان ضغط على صباع اتنين بايد واحده تاني، بس بدل بقى ما انا مثلا ما كنت بجيب وليكن 46 في 49 ثانيه، اي حد لو فكر شويه هيعرف ان انا كنت 46 عدد الضغط بصابعين باتنين بايد واحده جايبها في 49 ثانيه. التايم بتاعي دقيقه. انا الا كان في عدد قبلك اكيد، او كان في رقم قبلك؟ كان كام؟ 8. الفرنسي كان جايب 8 وبروسلي كان جايب 6. 8 وبروسلي كان جايب 6 بس. والفرنسي جاب بعديها، جاب سنه 2000 تقريبا، كانت 2000 وكام، 2008 كان جايب 8 عدات. انت بتتكلم بقى في يعني رقم تاني يعني. لا واقدر كمان ان شاء الله اعمل لاكتر من كده، واقدر اكسر لاكتر من كده. بس هو يعني زي ما تقولي ما فيش هنا البلد هنا يعني ما فيش تشجيع لده. تمام. وهو ان شاء الله قريب هيكون في الامور اللي زي دي بتبقى محتاج تشجيع من مين؟ يعني بتتكلم على وزاره الشباب، وزاره الشباب والرياضه، بتتكلم على مثلا الرعاه، محتاج ان هو شركات لرعايتك، يعني بتتكلم عن مين اللي محتاج دعمهم؟ تمام. هو طبعا كل واحد بيفيدني هو بيستفيد برضو معايا. والله وزاره الشباب والرياضه هي بتقول انا بعمل شغل، ده شغلهم وده المفروض ده هم يعملوه، وده حقي عليهم وحقهم عليا ان انا اجيب انجاز. تمام. سبونسر هو اوريدي بيعمل معايا ايفنت، العالم كله بيشاهده والناس كلها عايزه تشوفه. ولا ما فيش؟ لا دلوقتي مفيش سبونسر لسه. تمام. لبرج القاهره حتى بعد ما حققت ما كان في سبونسر، يعني كان اوريدي خاصه. كنت همضي مع اخبار اليوم للدعايه والاعلان، بس حصل الثوره و30/6 وكده، فالدنيا وقفت. تمام. وان شاء الله هيبقى في تاني، سواء مع اي دار دعايه واعلان او مع اي شركه دعايه واعلان. طب بعد ما دخلت الموسوعه وحققت رقم لمصر، وتاكيد ان هو تحقيق مجرد رقم لمصر ودخلنا الموسوعه لاي سبب ما، فده بيحقق للبلد وجودها وبيسلط عليها الاضواء، واحنا في حال ان احنا بنحاول ان احنا نسلط الاضواء باي شكل على البلد من جميع النواحي، سواء بقى رياضيا، سياحيا، امنيا، اقتصاديا، في كل المجالات. بعد ما عملت هذا الرقم وهذا التحقيق، حد تواصل معاك من مثلا وزاره الشباب والرياضه؟ حد قال لك الف مبروك، تعالى قابلني، تعالى نشوف ايه الخطوات الثانيه اللي ممكن نتخذها سوا كده؟ يعني حد كان فيه اهتمام؟ والله هو انا يعني في وقت من الاوقات انا كنت قلت حاجه جميله جدا. قلت ان مش كافي انك تكون انت انسان ناجح، لازم تكون انسان ناجح وليك علاقات او ليك معارف في كل مكان. يعني رجعنا مش حكايه بقى علاقاته، يعني رجعنا تاني للواسطه. ايوه بالظبط. يعني احنا بنتكلم حتى في التحقيق الانجازات. أيوة. وحتى في تحقيق يعني ارقام عالميه برضو محتاجين واسطه علشان الناس تاخد بالها منا. بالظبط. يعني كل العالم بيشوفنا الا البلد اللي احنا منها. بالظبط. انت زي ما انت حضرتك ما شفتي كده في قنوات كتير اجنبيه عالميه ممكن تكون نقلت لي الحدث، والناس بره. واول ما انا خلصت اوريدي، ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك، بعد ما انا كسرت الرقم بتاع الموسوعه، جالي عروض بالهجره والتنازل عن الجنسيه المصريه من استراليا، امريكا، سويسرا. ده على طول هجره، بس التنازل عن الجنسيه المصريه عشان تلعب باسمهم. تقعد هناك 10 سنين. لا، هو المستثمر هيفتح لك زي منتجع، زي في جيم وفي مكان الناس تقعد فيه، تاخد تغذيه معينه وتاخد تدريب معين، وانت بتمرن وبتكسر فيه ارقام في الموسوعه بتاعت موسوعه جينيس في اللياقه البدنيه. انا عندي 51 رقم في الموسوعه في اللياقه البدنيه. 51 رقم؟ بلعب عقله بالصباع الصغير. لا بجد انت يعني طبعا دي حاجه ما تضحكش، دي حاجه فخر، بس يعني هي الحاله نفسها اللي هو واحد بيلعب العقله بالصباع الصغير. يعني انت بتلعب عقله، مش عارف تلعب عقله بايدك، حتى بايد واحده. مثلا لما حد بيجيب حد بيلعب عقله بايد واحده او كده، يعني انجاز. يعني ده انت بتلعب بالصباع الصغير. بلعب بالصباع الصغير. طيب تاني نفس السؤال، هل دي قدرات خاصه؟ يعني انت انسان خارق، ولا ده بسبب التمرين، تمرينات معينه وطريقه حياه معينه؟ يعني انت وانت صغير كنت كده؟
النقطة ديت مهمة جدا حتى للرياضيين، لأن ناس كتير بتغفل عنها في مراحل الانتقاء بتاعة اللعيبة. أولا مدرب إعداد بدني ومقنن أحمال وخريج تربية رياضية، ويعني شغلي كله بينصب في الحتة دي. بيكون مثلا عندي لعيب وليكن بيلعب سباحة زي واحد اسمه سعد الجرجاوي، قلت له يا سعد لا أنت تسيب اللعبة ديت، تسيب السباحة، روح العب بوكس. هو النهاردة في منتخب مصر. طب وأنت عرفت إزاي بقى؟ ده انتقاء للعيب، أنت عارف هو إيه، عنده عضلات قوية. مش بس كده، انت بتوصل كمان لحد السيمتريات بتاعه الوش. تمام، بتوصل طب لحد. انت بتتكلم عن عضلات يعني؟ لا اولا لا. السباحه وانت خليته يلعب بوكس. بوكس هما الاثنين بيتطلبوا عضلات يد لا قويه. لا، طب عضلات يد وعضلات رجل، طب هل قوه ولا سرعه؟ نسبه التحمل بتاع القوه بتاعتي او نسبه القوه اللي بتطلع في الضربه دي قد ايه؟ طب هي تروح للسباحه ولا تروح للقوه ولا تروح للبوكس؟ انا عشان اصنع منك بطل في اي لعبه ممكن، بس انت في واحد عندي لعيب رقم 1 ولعيب رقم 2 ولعيب رقم 3، ده عشان اصنعه لعيب بوكس هياخد مني شهر، ده عشان اصنعه لعيب بوكس هياخد مني اسبوعين، ده عشان اصنعه لعيب بوكس هياخد مني سنتين. وممكن اصلا اعمل كل ده وما يطلعش اصلا بطل. يعني لا يعني ممكن العب يعني حد برضو ما عندوش يعني كان اختياري خطأ من الاول وبعد كده بدات هنا بقى الفن في مرحله مجاله. الانتقاء. يعني مثلا وليكن بنقول في ناس حاجه اسمها الانماط الجسديه، هتلاقي مثلا حد ايده اطول شويه من حد تاني. تمام، ايده اطول مش ان هو بيضرب لا ايده اطول كهيكل عظمي، رجله اطول، تمام، عموده الفقري، هيكله العظمي ليه شكل معين. تمام، ده يلعب ايه بقى؟ بنيته، ده انا بدي كامثله. لا بس عامه مثلا ايده طويله شويه، يعني احنا بنشوف سله مثلا، زي ما حضرتك بتشوف لعيبه السله. تمام مثلا. تمام، في لكل جسم او لكل نمط جسم اقدر اقول ده هيلعب لعبه معينه. فمثلا وليكن دوت عشان يعني اكون ما اتفرعش لفروع كبيره بعيده، المجال واسع. بنقول مثلا انا لما جيت ليه انا ينفع اللياقه البدنيه، انا وليكن بجيب مثلا لعيب، اللعيبه بتاعت افريقيا كلها في الجري معظمهم لعيب الجري، معظم لعيبه الجري ابطال العالم كلهم افارقه. بالظبط. تمام، طيب ليه الموضوع دوت؟ يبقى اذا الموضوع في حاجه وراثيه زائد ان انا بقى بحمل له تدريب، لكن مش كل اللي افريقيا ابطال عالم. بالظبط. تمام. تمام، يبقى في وحتى في لعيبه الكوره برضو بنلاقي عندهم كده، لانه عندهم قدره جري اسرع، خطوتهم اوسع، قدره تمام. التحمل اوسع على ما اعتقد، يعني ده معروف عنهم. تمام، بس ممكن يكون في نقطه مثلا ذهنيه، فعشان كده يقوم اللاعب البرازيلي يتميز بالزبط. عن اللاعب يعني الكره مهريا وبدنيا اكتر، لكن لعبه زي الجري مثلا هي فيها فنيا مش زي القدم مثلا. فلما باجي اقول انا وانا صغير اوريدي اول ما بدات العب بجيب مثلا 100 عدة ضغط وانا 5 سنين. تمام، فبابا بدا يقول لي لا اتمرن زود اكتر. تمام، هو انت طبعا بدات تلعب رياضه وانت عندك كام سنه؟ 5 سنين. 5 سنين. 5 سنين دي اللي هي الرياضه المحدده اللي بابا واقف بيمرني فيها. هو والد لكن حضرتك قبل كده انا كنت يعني بلعب. والدك كان له برضه علاقه بمجال والدي الرياضه؟ كان بيدرب في الجيش وكان بيدرب قوات انزال وكلام زي ده. فعشان كده كان مهتم. بس هو اصلا تجاره، بس كان ايام حرب 6 اكتوبر وكده يعني. دايما اللي هو يعني الى حد ما له علاقه بالموضوع ده يبقى عنده الحرص على الرياضه وممارستها وكده. طيب خلينا نرجع تاني لنقطه ان انت خدت اللقب وان انت عندك قلت لي 51 ولا 52؟ 51 رقم في الموسوعه، بس هم كل يوم ما شاء الله بيزيدوا. وما شاء الله، وربنا يا رب يكرمك ويحفظك، عشان خصوصا بعد الله الفيديوهات دي ربنا يحفظك، واحد خايف عليك. عايزين بقى نبقى نعمل لك حاجه عشان الحسد يعني. انتقاء اللاعبين طبعا دي حاجه مهمه جدا، وخصوصا ان احنا دايما بنهتم ان احنا في الدورات الاولمبيه وبنبقى حاطين امل كبير جدا على الفرق. يعني انت ليه ما فكرتش ان هو ده يكون مجالك، ان انت تمسك؟ احنا في مصر محتاجين ان احنا ننشئ من اول وجديد جيل، زي ما مثلا شفنا في الصين عملوا جيل كامل، ده جيل الاولمبياد. انا عايز اقول لحضرتك الصين اصلا واليابان كانوا معروف ان هو طول عمرهم قصيرين. دلوقتي في يد وفي سله، في طايره وفي سله. هم بداوا ينشئوا اجيال للعبات للاولمبياد. ده انت حضرتك سحبتيني لنقطه ثانيه كمان، ان هو البطل يولد ويصنع بس يعني ويصنع كمان اكتر من ان هو يولد. طب ازاي اصنعه يعني؟ تمام، اقول لحضرتك زي ما احنا كده ما قلنا، احنا جبنا بتوع اليابان كانوا قصيرين، خليت منهم لعيبه سله ولاعيبه طايره. ازاي طولوا؟
ايوه ما فكانوا بالظبط. اطولهم كلهم كانوا قصيرين. لعبهم عقله بقى من هم صغيرين؟ لا مش قصه لعبهم عقله. امال ايه؟ التغذيه بتاثر في النمو وبتخلي الواحد يطول بصوره كويسه فعلا. وده اثبت لان هم كان عندهم حالات من الفقر او حالات من الجوع والحياه اللي هي مش يعني مش التغذيه ما كانتش كويسه. التغذيه ما كانتش كويسه في مرحله معينه، لكن لما التغذيه بتاعتهم بداوا علوم التغذيه والدراسه الصح والكلام ده وانت بداوا متخصص يدوا بقى في أطوال الحاجات دي معينة. حاليا، يعني تقدر تعمل انتقاء لاعبين في جميع المجالات، تعرف تمام كل واحد تمام. ممكن ما هو يبقى ليه يتخصص بقى انا في ما إيه؟ بستغلش عشان خاطر نقطه المعارف. بالظبط، هو ده السؤال بقى اللي احنا كلنا لكن انا موجود وعلى استعداد للاختبار واقعد مع ان شاء الله اي حد ونتكلم ونتناقش ويشوف العلم اللي عنده ونقعد، وفي الاخر مش تحديا مني، كل واحد يعرف اكتر مني وانا اقل الناس علما وكلهم اساتذه ودكاتره وعلى راسي، لكن تعالوا نقعد ونوحد فكرنا ونشوف انت ليه حضرتك بتطلع منتخب طب يا جماعه وبتطلع احنا بس اولمبيات وما احنا بتاخدش ميداليات. عايزين نبقى يا ريت يعني حد يعني يشوفنا كده ونبقى احنا واسطه محمد الحقيقه اللي هو بطل، المفروض مش محتاج واسطه والمفروض شغله وتفوقه هو الواسطه بتاعته، لكن احنا يا ريت نبقى واسطته وحد يكلمه ويعمل اي نوع من التواصل والاهتمام، ان احنا عندنا ناس بتعمل تحقيق فعلا حاجات ترفع اسم مصر، لكن للاسف ما عندناش المهتم او عندنا الواسطه هي اللي بتبقى لغايه دلوقتي للاسف لسه موجوده. في النهايه يا محمد انا طبعا لازم اقول لك ربنا يوفقك، بس انت كنت وعدتني او قلت لي عايز تقول كلمه او قصيده عندك اللي بيعانوا لمرض السمنه. كلنا عارفين ان مرض السمنه منتشر بشكل كبير، وان الناس بتحب طبعا انها تتعافى منه، انها تتخلص من الوزن الزائد، لكن احنا عايزين نقول احنا طبعا مش نوع من التريقه، بالعكس احنا بنحاول ان احنا نشجعهم بشكل ما، ان احنا يبقى عندهم الدافع، يبقى عندهم زي ما محمد يعني فشل مره واثنين وثلاثه لكن نجح في الاخر. لازم تعمل ده، ان انت هتفشل مره واثنين وثلاثه لكن في الاخر لازم هتنجح، لازم يبقى عندك تصميم، لازم عشان تحقق نفسك، واول ما تتخلص من هذا المرض انت اول واحد هتبقى سعيد مش الناس اللي حواليك. ايه بقى القصيده؟ تمام، هي منقوله وعن موقع التواصل الاجتماعي فيس، وطبعا برضه انا بقول تاني ان هي بشكل يعني فكاهي او بشكل شكل فكاهي او كده، او ناس عادي كتير بتكون عايزه تخس وبتفشل وبيجرب تاني لغايه فعلا ما بينجح وبيخس. كرشي يا كرشي يلي عليك انا بصرف قرشي، طول عمري بحبك يا مخلي بناطيلي عليا ما تقفلش، يلي مليتك محشي ورز ماشي تغيظ في الناس وتلظ، طول ما انت يا حبيبي معايا يبقى في كل العالم طز، يا كبير يا مسيطر يا عنيد قالوا الجوع وياك هيفيد، لكن ابدا ما استسلمتش، كلت ما كلتش برضو تزيد من صغري مش راضي تسيبني، لما بقيت بعتبرك ابني قالوا الكرش بيتعب لكن عمرك لحظة ما كنت تعبني، لا ببالغ ولا قصدي احور طول عمري بحبك يا مدور، لما ببص في ألبوم صوري الاقيك دايما فيها منور، كرشي يا كرشي ياللي رجيم عليك ما قدرش، طول عمري بحبك ما انكرشي، مهما الناس هتقول وتعيد حبنا يوم ورا يوم بيزيد. هي طبعا شيء مرة تانية بنقول هو شيء فكاهي، وانا شايفه ان الناس عندي كلها كله شفط وكله قفل الجاكيت وكده، لكن احنا بنأكد ان هو لا، حكايه يعني القصيده دي او غيرها ده مش نوع من انواع السخريه، احنا بنضحك لكن احنا بنقول ان الصحه اكيد في الرياضه، اللي هو عنده السمنه ده مرض مهما طلعنا او ده مرض خلاص اتعرف ان هو مرض، ليه طبعا طرق علاج كتيره منها واهمها الرياضه، فلازم الواحد يحاول مره واثنين وثلاثه، وان شاء الله ربنا يوفقنا جميعا وكل واحد يقدر يحقق اللي هو عايزه، وربنا يوفقك طبعا يا محمد، ومره ثانيه الف مبروك. الله يبارك فيك، وبنأكد عليك مره ثالثه اليوم بقى اللي هيطلع فيه الرجل الوطواط البرج لازم نكون موجودين ان شاء الله. نتمنى لك كل توفيق. شكرا لحضرتك. كده مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه حلقتنا، اشوفكم بكره ان شاء الله يوم جديد ان شاء الله يكون علينا كلنا سعيد وصباح خير.